عزيزي المشاهد، إذا تسأل أي واحد سمي لي 10 أفلام توانسة فإنه على الأغلب ما ينجمش يجاوب، لأنه السينما التونسية ما تحظاش بشعبية كبيرة، كونها ما زالت متأخرة ولازمها برشا خدمة وموضوع كبير يحتاج حلقة كاملة. ولكن حتى إذا كنت محظوظ ولقيت شكون يجاوبك فإنه بنسبة كبيرة باش يسمي لك فيلم عصفور سطح، الفيلم اللي وين ما يتجبد اسمه الناس الكل تركح فيه بالسب، وهي ما تعرف عليه كان مشاهد الحمام والعراء وقلة الحياة. ولذا جينا في حلقة اليوم باش نردوا شوية من اعتبار الفيلم هذا، ونبينوا للي يتفرج فيه وحتى اللي ما تفرجش علاش فيلم حلفاوين عصفور سطح هو أكثر فيلم مظلوم في تاريخ السينما التونسية. برا نبدأ. عصفور سطح هو فيلم من إخراج فريد بوغدير، ويحكي قصة الطفل نورة اللي يعيش تجربة البلوغ وسط المجتمع التونسي التقليدي تاع الفترة هذيك بكل ما يحمل من خصائص وتناقضات ومبادئ وقوانين. على عكس صورة الفيلم اللي ماخذها بين عامة الناس، فإنه عصفور سطح كان ناجح للغاية على المستوى النقدي، إلى درجة إنه فاز بالترنيد الذهبي واحتل المركز الثاني عشر في قائمة أهم 100 فيلم عربي، القائمة اللي شارك في اختيارها 475 خبير من خبراء السينما من مختلف الدول. الفيلم كان ليه الفضل زادة في الفصل بين مفهومي السينما العربية والسينما المصرية، وأثبت اللي فما الدول العربية قادرة تنتج أفلام متكاملة تنافس الصناعة المصرية وتضاهي جودة أفلامهم فنيا، هذا كان مش تفوق عليها أصلا. ولكن رغم هذا الكل فإنه الفيلم ما خذاش التقدير اللي يستحقه، وقعد اسمه ديما مرتبط بمحتوى السيكو سيكو اللي فيه، وهذه حاجة ما نستغربهاش، على خاطر كان نجيو المحتوى الفيلم فإننا نلقاو التبوعات يمسد، والمواضيع المطروحة هي مواضيع جريئة لأبعد حد فكرة وتنفيذا. لكن اللي لازم نفهموه اللي هذا الكل ما كانش غاية الفيلم، بل مجرد وسيلة لنقل تجربة البلوغ بأكبر واقعية ممكنة. البلوغ هو فترة معقدة نوعا ما، فترة تستيقظ فيها الرغبات الجنسية للذكر وتحراش العينين كما يقولوا في الفيلم. طفل ولا في طول اللي يقول لك وعينه حراشة، ولكنه يبقى مع ذلك في مرحلة الطفولة، وهذا اللي حب يوريهنا فريد بوغدير من خلال قصة نورة. هو عصفور سطح، هو عصفور يحلم انه يطير لبعيد، ولكنه يحلم بنفس المقدار انه يقعد في العش نتاعو. هو يحب يدخل في عالم الكبار ويستمتع بموبقاته الكل، اما مازال يحب يقعد صغير. هذاك علاش يمشي مع امه للحمام، على خاطر الحمام هو البلاصة الوحيدة اللي تجب تشبع له رغباته جديدة وتحافظ له في نفس الوقت على براءته الطفولية. الفيلم ما يقفش عند نورة، وانما يتجاوزه باش يتناول موضوع الثقافة الجنسية في المجتمع التونسي المحافظ في ذلك الوقت، من خلال إظهار أهمية الجانب الجنسي في حياة جميع الشخصيات تقريبا. نشوفوا مثلا مشهد نساء وهي تتبادل في آرائها وتجاربها حول توسكية سيكو سيكو حبش تكانات. نشوفوا زادة شخصية العمة اللي يتم تقديمها على أساس إنه لابسها جن أو تعاني من مرض يشبه الصعب، وقت اللي في الحقيقة كان يركز معاها المشاهد تو يعرف بسهولة اللي هي تعاني من أزمة جنسية لا أكثر ولا أقل. أما كان نجيو لشخصية البو فنلقاو اللي هي أحسن تجسيد للتناقضات اللي يحملها المجتمع. البو نشوفوه شخصية صارمة محافظة ما عندها وين يدور الريح، يرفض رفض قاطع تبرج مرته أو قريبتها المطلقة. ولكن رغم هذا الكل نشوفوا اللي هو عنده مجالات إباحية في المحل نتاعو، ونكتشفوا اللي هو ما عنده حتى مشكلة في إنه يتحرش بالزبائن أو حتى قريبة مرته. ولذلك عزيزي المشاهد، ونظرا لثقل المواضيع اللي يتناولها الفيلم وتأثر المخرج المبالغ فيه بالسينما الفرنسية والأوروبية بصفة عامة، فإنه فريد بوغدير شاف إنه توظيف مشاهد العراء كان مبرر بالنسبة لي، ورؤيته الفنية خلاته يقتنع إنه المشاهد هذه هي أفضل وسيلة يصدم بها المتفرج يعالج من خلالها القضايا اللازمة، واللي ماهيش كلها قضايا تدور حول الجنس وقلة الحياة. اللي تفرج في عصفور سطح يعرف اللي الفيلم ما اقتصرش على المحتوى الجنسي فقط، واللي المشاهد اللي في الحمام هما زوز بالحساب. بل نمشي معاك أكثر من هكا، جزئية الجنس في الفيلم نشوفها كانت مجرد خدعة. منظروا برا عملوا بوغدير باش ينجم يطرق لتبوات دينية واجتماعية وخاصة سياسية كان من المستحيل انه ينجم واحد يخمم فيهم في الفتره هذيك تاع التسعينات. هو كي تجي تشوف حتى اليوم ما نبعدوش عليهم برشا، لا عليه. نلقاو مثلا بعيدا عن الجنس شخصيه رجل الدين اللي يحظى بشعبيه كبيره رغم انه مجرد دجال ومتحيز. نشوفوا زاد النقد من الفيلم لطبيعه العلاقات في المجتمع واللي تقوم اغلبها على الفوقيه والاستقواء والعنف. مثلا عندنا الام اللي تحس روحها قويه مع الناس الكل الا رجل، تستمد قوتها هذه من مكانتها الاجتماعيه،
كونها تتمتع بلقب الأم والزوجة، في حين أنه شخصية العمة هي شخصية مستضعفة لمجرد أنها ما تحظاش بنفس المكانة الاجتماعية هذيك. عندنا زادة شخصية فتحي الهداوي في دور الباندي اللي يحاول يهين كل واحد أضعف منه، ويلبد ويضعف هو بيده قدام أي واحد أقوى منه، لكنه يرجع ويستقوى مرة أخرى وقت اللي ينضم للزملاء والسلطات الأمنية. بالنسبة للجانب السياسي فإنه فريد بوغدير كان حذر بعض الشيء نظرا لحساسية الفترة اللي تعرض فيها الفيلم، وعرج بذكاء على الوضع السياسي من دون الخوض في تعقيداته من خلال مشاهد المظاهرات مثلا، وشخصية الصبابتي اللي كتابتها كانت إبداع. صحيح الشخصية هذه شفناها راجل مبلي بالنساء والدبوزة، ولكنه إنسان يرفض الخنوع ويتمسك بالأغنية كأداة لمقاومة رجل الأمن ورجل السياسة ورجل الدين، بالإضافة إلى مشهد عظيم قوى فيه المخرج الدوزة شوي والعب بالنار. ما تحشمش، زيد انكر كيف اللي ما شافوكش تكتب فيها. بالنسبة للجوانب الفنية للفيلم فهي مش موضوعنا اليوم، ولكن نجدوا فيسع على إبداع فريد بوغدير في تسكية كاميرا من زوايا وتحريك وغيره، واللي قللنا من خلاله القصة من عين النورة وحسسنا باللي يحس بيه. وما نجموش نكملوا الحلقة من غير ما نحكيو على أنام أنور براهم اللي سلطن بأتم معنى الكلمة وعيشنا بفضل مقطوعاته الخالدة أجواء المدينة العربية على أكمل وجه. في النهاية عزيزي المشاهد، حلفاوين عصفور السطح قد يكون من أقوى ما شفت في السينما العربية، ومع ذلك فإني نتفهم أي واحد عنده تحفظات على محتوى الفيلم، ولكن اللي نحبك تعرفه هو إنه الصورة اللي معروف بها الفيلم ساهمت بشكل كبير في إنه يكون مظلوم لسببين اثنين. أولا المشاهد المخلة ما كانتش لغايات رخيصة، وإنما خدمة للقصة من وجهة نظر المخرج، ولو إني نشوف إنه كان من الممكن الاستغناء عليها من دون المساس من واقعية الفيلم. ثانيا الفيلم هو عرض أو تنجم تسميه تعرية لواقع المجتمع التونسي بالباهي بالخايب اللي فيه على جميع الأصعدة، وهو أعمق برشا من مجرد اللقطتين متاع الحمام. في الأخر عزيزي المشاهد ما تنساش اللايك سبسكرايب والشير، اعطيني رايك في فيلم عصفور السطح وفي السينما التونسية بصفة عامة. الرحمة على الشهداء والمجد للمقاومة، إنه لجهاد نصر أو استشهاد وبرة فرج. أحسن نورة تختفى كلمة عذرة تختفى أحسن نورة تختفى